السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة السي فود بطريقة حلوة قوي، وهنشوف ازاي نجيب الفليفر اللي موجودة في المحلات الكبيرة. يلا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنجهز اول حاجة البراس بتاع السي فود او مرقة السي فود. ده عظم سمك انا جايباه من محل السمك. لو هو مثلا بيغلي سمك عنده ممكن نسأله ان احنا ناخد العظم بتاعه، او ممكن لو احنا في البيت عاملين سي فود نشيل على جنب كده في كيس العظم بتاع السمك، الراس او الشوك، الحاجات دي. وبرضه عندنا شوية جمبري كده انا شلت منهم الديل والراس بتوعه، وهم دول اللي هنعمل منهم المرقة. هننكه المرقة بتاعتنا بكرفس، ونحط ليمونة كبيرة متقطعة كده شرايح، ونحط حوالي من 4 ل5 فصوص توم صحاح كده زي ما هما، ونحط واحدتين كده روزماري لو موجود برضو بيدي نكهة حلوة قوي. وهنحط ملح وفلفل اسود، وننزل عليهم بالمية المغلية، وهنسيبهم على النار لغاية ما يغلوا الاول. واهم حاجة بقى علشان نحس بطعم السي فود صح، ان احنا المرقة دي نوطي عليها النار خالص بعد ما تغلي، ونسيبها من 6 ل8 ساعات. هو ده السر اللي هيخلينا نحس بطعم شوربة السي فود الصح اللي بتتعمل في المحلات. اي مرقة عامة علشان نطلعها مظبوطة يفضل ان احنا نوطي عليها النار خالص زي ما بنعمل الفول كده، ونسيبها من 6 ل8 ساعات، يعني نولع عليها من بدري ونسيبها لغاية ما تطلع كل الفليفر بتاعتها، ونحس كده بريحة السي فود موجودة في الشوربة بتاعتنا دي. كده بعد ما فات عليها 6 ساعات، على فكرة انا ما زودتهاش مية خالص، هي دي المية بتاعتها، ما بتحتاجتش ان احنا نزود لها اي مية. انا سبتها 6 ساعات، تبقى كده خلاص جهزت معانا. نشيلها ونبدأ بقى نجهز الشوربة بتاعتنا. في حلة تانية على النار هنحط معلقة كده صغيرة من الزبدة، وننزل عليها ببصلة متوسطة تكون متقطعة مكعبات صغيرة، ونشوح البصلة. اول ما تبدأ تاخد لون ننزل عليها بجزرة برضو متوسطة تكون متقطعة مكعبات صغيرة. الجزر هنا اختياري، بس بيدي لون حلو كده، وبيدي برضو طعم تسكير كده بسيط حلو قوي، بس هو اختياري. وننزل عليهم برضو بشوية كرفس برضو بيدي طعم ولون حلو قوي، ونشوح كل ده مع بعض. اول بس ما يبدأ ياخد لون ننزل عليهم بالسي فود بتاعنا. ممكن نستعمل اي سي فود احنا عاوزينه. انا جايبة كيس ميكس بيبقى فيه كده شوية جندوفلي وشوية كاليماري وجمبري وسمك ولحم كابوريا. بس لو ما عندناش الميكس ده ممكن ان احنا نحط اي نوع سي فود احنا عاوزينه، يعني نشتري كده كميات بسيطة قوي، شوية جمبري على شوية كاليماري، وبرضو الاخطبوط الصغير ده برضو بيبقى حلو جدا، اي حاجة. ونبدأ نشوحهم كده الاول مع البصل كده والكرفس والجزر لغاية برضو ما يبدأوا ياخدوا لون. نتبلهم بالملح والفلفل الاسود، وممكن برضو نحط شوية كمون برضو اختياري، ونبدأ نشوح كده السي فود بتاعنا لغاية ما يبدأ يستوي. طبعا السي فود ما بياخدش سوا خالص، مش هيحتاج اكتر من 5 ل8 دقايق لغاية بس ما يبدأ ياخد لون كده بالشكل ده. بعد كده هننزل عليهم بقى بالشوربة بتاعتنا. طبعا المرقة دي كده بقت خلاص مرقة اصيلة، يعني فيها كل طعم وريحة السي فود. صدقوني فعلا ان احنا نوطي عليها النار لوقت طويل ده اهم حاجة في شوربة السي فود، هتلاقوا فرق جامد جدا. وهنسيب كده المرقة بتاعتنا تغلي كويس مع السي فود. اول ما تبدأ تغلي هننزل عليهم بالكريمة بتاعتنا. ممكن نستعمل كريمة لباني بتبقى حلوة قوي، او كريمة الطهي يعني. هنحط من كوباية لكوباية ونص على حسب اللون اللي احنا عاوزينه. لو ما عندناش كريمة هنستبدلها بلبن ودقيق. هنشوح الدقيق كده مع السي فود الميكس اللي احنا حطيناه، نديله تشويحة كده الاول، معلقتين كبار دقيق، وننزل عليهم برضو من كوباية لكوباية ونص لبن. بس انا هنا ما حطيتش دقيق علشان الكريمة بتدي قوام تقيل، فمش محتاجين الدقيق. بس لو هنستعمل اللبن يبقى نحط معلقتين كبار دقيق.
ويا سلام برضو كده لو نحط شوية فلفل احمر بيخلوها حراقة كده شوية وجميلة جدا. يعني شوربة السي فود بالذات بتبقى حلوة قوي لو فيها كده شوية سبايسي، بس هي اختياري، الناس اللي مش بيحبوا سبايسي ما يحطهاش. هنحط برضو حوالي معلقتين كبار بقدونس مفرومة ناعم، دي برضو بتدي ريحة بقى ما اقولكوش الجمال. شوربة السي فود بالطريقة دي فعلا هتجربوها وهتدعولي عليها، هتعجبكم قوي. اهم حاجة اول ما نحط البقدونس نطفي النار على طول علشان البقدونس تفضل باللون بتاعها كده الاخضر الحلو ده. نديها بس كده تقليبة حلوة في الشوربة بتاعتنا وخلاص على كده شوربتنا خلصت. نبدأ نغرفها، صدقوني هتلاقوها احلى من اي مطعم ممكن ناكلها فيه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. شكرا.